رايحة السعودية برضك؟ عمرة إن شاء الله؟ تطبيق عمرة البدل يثير جدلا واسعا في مصر، وهذه قصته. مؤخرا ظهر تطبيق إلكتروني للقيام بأداء عمرة بدلا عن شخص متوفى أو عاجز من دون الحاجة للسفر. اليوم باستطاعتكم القيام بعمرة لعزيز توفي أو أقعده المرض أو تقدم بالسن كما جرت العادة، ولكن دون أن تبارحوا أماكنكم. داعية مصري اسمه أمير منير تحدث عن هذا التطبيق وروج له على طريقته. الحمد لله رب العالمين عرفت أجيب لكم خصم، مش أي حد. AM اللي هي أمير يعني AM 35 تاخد خصم 35% على طلبات العمرة لأول 500 واحد هيطلبوا عمرة من تطبيق عمرة البدل. ده الراجل أمير منير اللي هو AM يعني إيه يا عم، إيه الراجل اللي هو AM وبقى شغال كده وكده وممكن يعني إيه تخيل عمرة لأحبابك بأقل من 4000 جنيه. ده يعني ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ إن 4000 جنيه عشان تعمل عمرة، 4000 جنيه. مستنيين إيه؟ نزلوا التطبيق، اطلبوا العمرات، ربنا يتقبل منا ومنكم بإذن الله. شكرا. بقول لحضرتك أنت مين؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ ده باب جديد من أبواب، أنا آسف جدا يعني ما يزعلش مني الأخ أمير منير ولا أزعل حتى، يعني ده نوع من النصب باسم الدين أو النصب على الناس. الشخص الذي ظهر في هذا الفيديو هو أمير منير، يقدم محتوى دينيا وليس مرخصا بالخطابة أو إعطاء الدروس الدينية. أرجع على قيمة الترند يا جدعان، يعني أرجع ينفع كده والله؟ يعني أرجع ألاقيكم بتقطعوا فيا، ربنا يجزيكم خير يا رب العالمين. زي ما المستريحين بتوع الفلوس ده مستريح باسم الدين، مستريحين الغفران ومستريحين الرحمة ومستريحين كذا، أهو ده مستريح التاني بيلم فلوس الناس، وده تاجر صكوك الغفران. ايه ده؟ انتوا دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟ بصوا يا جماعه صلوا على الوكاله بالعمره، ان انا اخلي حد يعتمر عني او يحج عني، هو امر شرعي. الموضوع ده قديم مش جديد، انتم مستغربين ليه؟ بس عمي امير منير لقى بزنس مربح قال لما اعمله. ازاي واحد بيعلم القران ياخد فلوس؟ امال ياكل منين؟ يشرب منين؟ امير منير لو كان راجل بيحب السبوبه وبيحب الفلوس وبيحب كذا، يكفي ان انا اقول لكم بس، وانا راجل اعرف يعني ايه يوتيوب واعرف يعني ايه دخل السوشيال ميديا. امير منير لو كان شغل اعلانات اليوتيوب واعلانات الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها كان عاش ملك، وكان محتاجش لاي حاجه ولا كنتوا تسمعوا عنه اساسا. ده تجاره غير مشروعه وغير مقبوله برأي دار الافتاء النهارده، ان ده يا جماعه نصب على الناس، نصب على العالم، نصب على الخلق. قال لك ايه بقى؟ دي طريقه جديده لتجميع الاموال. اخوان والسلفيين بعد ما خلصنا عليهم اخترعوا طريقه جديده لجمع المال. مش يا ابني دار الافتاء طلعت بيان؟ هات لي يا ابني بيان دار اهو. دار الافتاء اهو اتكلمت سمسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينيه من المضمون. خد يا الامر، خلاصه الموضوع ده سمسره دينيه، سمسره باسم الدين، نصب باسم الدين. اخوان وسلفيين بيجمعوا الفلوس، خلاص كده. التطبيق سعودي. التطبيق شركة سعودية اهو، التطبيق شركة سعودية مراقبة من الجهات السعودية. الموضوع اللي فيه لا اخوان ولا سلفيين، كان نفسي والله اديك البونت لكن ما اعرفش والله طبعا اعمل ايه. هذا الكلام تهريج باسم الدين. طيب هل تعلم سيدي الفاضل انه الحكومة السعودية عندها تطبيق رسمي لهذا الامر؟ الامر مش تأليفة يعني، مش اختراع يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة ده يعني ده مين يحاسبه؟ ده مين يحاسبه يا جماعة؟ ونصب على كام واحد؟ ولم فلوس من كام واحد؟ امبارح بالليل تم القبض على امير منير. يا جماعة انا ما عملتش حاجة. دعم يا منتول، ما عملتش حاجة. ناسك خش. ادي مستريح جديد اهو بسبحة، مستريح بدقن، مستريح بمعسول الكلام اهو، مستريح بمعسول الكلام. والله عيب عليك والله يا اخي ربنا يا اخي عيب عليك فعلا. هم بيستنوا اللحظه اللي الشخص ده ينتكس فيها عشان قدر لا باس به ان الناس اللي كان التزامها مبني على فكره ان الشخص ده ملتزم ينتكسوا معاه، والناس اللي الناحيه الثانيه اللي هي ملحده اساسا ومش فارق معاها الموضوع تقول لك ادي هم بتاع الدين هم الكذابين اللي بيقعدوا يضحكوا على الناس، اللي بيقعدوا يعملوا وبيعملوا سوا. عيب النصب على الناس يا اخي، وراح يلعب في حته فيها يعني علاقه الناس بربنا، يعني ربنا مش عايز وسيط. فاذا سالك عبادي عني فاني قريب، مش محتاج واسطه. انا رايي فزاع ناخدوه على المخزن، نفك رمات مخه ونحطوها على حجر الجلخ. وسطاء العمره دول، وسطاء التقوى دول ناس ضلاليه، دول ناس يا جماعه ما يعرفوش ربنا، ما يخافوش ربنا. ففي سبحان الله ناس ترجو ان يكون كل من يتكلم عن الدين راجل وحش، فاجر، زاني، سارق، نصاب، نفسه سبحان الله نفسه. وهذا امر عجب
والله ان نفسك انه اهل الدين يطلعوا نصابين كلهم. في حاجه تانية النظام بيعملها، بيعتبرك فيها عاصي ولازم يواجهك ولازم يشد ودانك، انك تبقى بتنافسه. النظام دلوقتي انت عارف ان هو شغال تاجر وعنده شركات الحج بتاعته، ولما السعوديه قالت لك مش هناخد ضريبه على العمره مثلا، هو لا قال لك تيجي تاخد، احنا تجي لنا احنا علشان احنا ناخد منك ضريبه. احنا بنعمل حاجات كتير قوي وبتقعدوا زعلانين جدا على العمره والحج. طب السعوديه نفسها ما بتاخدش ضريبه، السعوديه نفسها بتعمل فيزا فري من غير حاجه، يقول لك لا احنا هناخد. فانك توجد طريق تاني زي مثلا اللي عمله دلوقتي امير او غيره، انت كده بتنافس النظام. ده نصب رخيص يا جماعه، ارحموا المجتمع من هؤلاء. من اتهمني في ديني ونيتي فبيني وبينه الله. خلاص كده حلوه دي، بيني وبينه الله. خلاص. وانا كل يا اخي والله ستحاسب بين يدي الله، والله انا خصمك بين يدي الله. الشرقيش.